أشرف الرسل الأضاء
المشارف لرب الحمد حمدا جل أن يحصيه حاسب. صلوات الله تمشى أشرف الرسل العطاء وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. وله شكر على ما قد حبنا من مواهب يا كريما يا رحيما جد وعجل بالمطالب. صلوات الله آمين آمين. أشرف الرسل العطاء وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. من توجه نحو بابك ما رجع من ذاك خائب واغفر ذنب عبد قد أتى نحوك تائب. صلوات الله تمشى أشرف الرسل العطاء وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وسلم وبارك عليه وعلى عليه. وقد آن للقلم أن يغض ما حركته فيه الأنامل صلى الله مما عليه. استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل والشمائل التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابة القلم والكرضاس وتتنزه في حدائق الأسماع والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نور صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: صلى الله عليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا صلى الله عليه. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. واستودعت هذا النور المبين أصنام وبطون ما شرفت من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام حتى أوصلته يد العلم القديم
إلى من خصصت بالتكريم أبي الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمي التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها صلى الله عليه فضمت وشاء بمعونة الله محافظة على حق هذه الذرة وصونها فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا صلى الله عليه ولا مشكو منه ولا ولا عللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله صلى الله عليه برزينا علم الشهادة لتنبشط على أهل هذا العالم بيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصبي اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله كيف هالي يا إلهي ليس لي خير العمل كيف هالي يا إلهي ليس لي خير العمل إلا الله قله يا ربي
حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير على الهادي صلى الله لا إله إلا الله على الهادي صلى الله لا إله إلا بأجمل ذكرى صلوا معنا يا الله فهو عبادي يوم المعادي نبينا طه المختار هي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا الله فهو عبادي يوم المعادي نبينا طه المختار هذا الذي سار ليلا فتدلى هذا الذي سار ليلا ثم دنا فتدلى فهو عبادي يوم المعادي نبينا طه المختار هي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا الله فهو عبادي يوم المعادي نبينا طه المختار على العرش راق الجالي وكلمه المولى الجالي على العرش راق الجالي وكلمه المولى الجالي فهو عبادي يوم المعادي نبينا طه المختار هي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا الله فهو عبادي يوم المعادي نبينا طه المختار
ومنضلق في هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يسمع يمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه. هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر الكنوز صلى الله عليه. لقريش نطقت بفصيل العبارة صلى الله عليه. كمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام صلى الله إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. السماوات متضمحة بذر الفرح بملاقاة أشرف البرية صلى الله عليه. في الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنكله في البطون والظهور صلى الله عليه. التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب على الذي السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج وارسلة الملائكة بالتبشير للعالمين تعالى. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل النور. وأوفد الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود. فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مدعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد مولانا محمد. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى حمد ولأهل الكون أنس يا رسول الله وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. فطربوا يا أهل المثاني فهزار اليمن غر
واستضيء بجمالك يا رسول الله. فقافي الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله. صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. فلربي كل حمد جل أن يحصره العد إذا حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. مرحبا يا رسول وبارك عليه. الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد. مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد. مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين واهدنا نهج سبيلي مرحبا مرحبا كي به نسعد ونور شاد. مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا. ربي بلغنا بجاهي مرحبا مرحبا في جواري خير ما قعد. مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا وصل على محمد. يا رسول الله يا من له الجاه عند الله. إن المسيئين قد جاءوا للذنب يستغفرون الله. يا سيدي يا رسول الله يا رسول يا من له جاه عند الله. إن المسيئين قد جاءوا لذنب يستغفرون
يا الله كل حين يتجدد يا الله اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤميا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده والسماء صلى الله عليه. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السرة صلى الله عليه. تولت ذلك لشرف عند الله الأيدي القدرة ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب صلى الله عليه. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم شفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه. قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض كسور الروم. قالت ثم البسته وارجعته فلما انشب عن غشيتني ظلمة ورعب وكشعريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب صلى الله عليه. وأسفر ذلك عني ثم عاودني الرعب والظلمة الكشعريرة عن يساري صلى الله عليه. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق صلى الله عليه. قالت فلم تزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله صلى الله عليه. فكنت من أول الناس إسلاما وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظم شرفه عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى صراط مستقيم. إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود
أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعينانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاد العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عنة الكلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التكريم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. هو النور يا ذي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها امطرت في الخافقين سماؤه ومشهود للحق منه لطائف تخبر أن المجد وشاؤه فلله ما للعين من مشهد اجتلا يعز على أهل الحجاب تلاؤه مرضت فكان الذكر برءا لعلتي فيا حبذا ذكرا لقلبي شفاؤه إذا علم العشاق دائي فقل لهم فإن اللقاء أحبابي قلبي دواؤه فيا ربي شرفني برؤية سيدي وأجلي صدى القلب الكثير صداؤه وبلغ عليا ما يروم من اللقاء بأشرف عبد جل قصدي لقاؤه عليه صلاة الله ما هبت الصبا وما أطرب الحادي فطاب حداؤه مع الآل والأصحاب ما قال منشدون هو النور يهدي الحائرين ضياؤه
لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما ندم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية وجودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في توجهات الخالصة والسيلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ضافرة وعلى باب عزته تحت الرحال فتشاهى منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة. الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومدهار. قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك. سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل هدرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في هدرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولأهديك من الحافظين. اللهم إنا لنا أدماء في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء والسائل بما والمؤمل بما أمل
وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووله وداهره وعم ببركاته وشريف وجهاته أولادنا ووالدينا وأحلى قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط الأدل بولاة الحق في جميع النواهي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونسر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وادمنا في الأعمال بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين واختم لنا منك بخير أجمعين واختم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نهدم هذا الدعاء المالزم تدرار في هذا المجلس المحبين في هذا المصلى وإلى حضرة النبي بسر الفاتحة.